بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اطلعت على كتاب الأخ أحمد سالم بن عبد الودود الذي هو بعنوان اللؤلؤ المشاع في مآثر أبناء أبي السباع، فوجدته يحوي اسما قد طابق مسماه، فلا ينبغي إلا أن أشكر مؤلفه على ما قام به من جهود جبارة في جمع مادته العلمية وترتيبها ترتيبا عجيبا، مما يدل على أن لهذا الأخ قدرة فائقة في ميدان الفن والتدوير، فقد سلمته بما فيه راجيا من الله جل وعلا أن يوفقه إلى طبعه ونشره لتعم الفائدة. ثم إني أتقدم إليه بطلب، وهو أن يسلمني نسخة من الكتاب المذكور إذا طبع. وكتب الفقير إلى عفو مولاه سيدنا والمحمد الراضي الإدريسي، نسبا ابن التنواجيوي، ليلة الخميس 2 من شهر شعبان 1418 هجرية، الموافق 4 شهر 4 1997 ميلادية.